اركب يالا. فوق. يا بيه. يا بيه. اخلص. اركب يالا. يا بيه مسكني كده، انا عملت ايه؟ اقعد. فتح المحضر بتاريخ اليوم الساعة 10:30 صباحا بسرايا النيابة نحن صلاح الشاهد رئيس نيابة 6 أكتوبر الجزئية، حيث تلاحظ لنا وجود المتهم خارج غرفة التحقيق، فدعوناه بداخلها وبسؤال شفاهة عن التهمة المنسوبة إليه. تسريات فدوى حسن إبراهيم الجمل بالإكراه ما حصلش، فأنكرها، حيث تلاحظ لنا أنه شاب أسمر اللون يرتدي ملابس أفرنجية وفي العقد الرابع من العمر، حيث شرعنا في سؤال ولاية أجاب. الاسم رضوان حامد مصطفى. سنك قد إيه يا رضوان؟ 34. تشتغل إيه؟ بوهياجي واصطادوكوا. العنوان؟ 38 شارع السد العالي الشربية. ما قولك فيما هو منسوب إليك بأنك سرقت المجني عليها فدوى حسن إبراهيم الجمل بالإكراه وتهجمت عليها في بيتها وسرقت مبلغ 70,000 جنيه، ده تحت تهديد السلاح؟ كذب وافتراء، ما سرقتش حاجة. السلاح ده بتاع واحد من رجالتها، أنا رحت لها، بس اللي سيادتك بتقوله ده ما حصلش. طلب مني فلوس كتير سعادتك، بس أنا الصراحة ما رضيتش أديله، لأن عنده ماله وربنا عطيه، بس هو طماع ومضيع كل فلوسه على الغوازي والسهر والستات لا مؤاخذة يعني. بعد كده سعادتك راح لمراتي وعمل اللي عمله ده. لا وبمنتهى البجاحة سعادتك بعت لي الرسالة دي. أنا عندي فدوى يا فتحي، وأنت عارف ليه؟ شفت؟ حصل يا باشا. انا وفتحي كنا قاعدين ورضوان قال له على فلوس وفتحي ما رضيش يديها له. رضوان ساعتها قعد يزعق وقال له ما تزعلش مني لو خدتهم منك غصب عنك انت او من اي حد يخصك. لقيته معدي عليا في الصيدليه وبيقول لي هات ايراد الصيدليه. قلت له فتحي محرج عليا ما ادالكش ولا مليم، وبعدين ما تقعد وتكن في بيتك وتبطل صرمحه. انت لسه قايم من عمليه وحادثه، واقرا قران لمراتك الست الطيبه الله يرحمها وابنك. قال لي انت مال اهلك، انا حياتي السهر واذا كان عاجبكم. ومد ايده في الدرج وخد كل اللي فيه، كان حوالي 2000 جنيه. ولما قلت لفتحي قال لي ربنا يهديه، ما اتعص يا بيه، ولا شال اخوه انه ما عملوش حاجه، وعمل الكبير او راح عند فتوى. قاعدة في أمان الله، لسه مخلصة العشاء وبسبح، لقيت جرس الباب بيرن، بفتح لقيته في وشي. قلت له ازيك يا رضوان، انت ايه يا اخويا اللي منزلك من البيت وانت تعبان كده؟ لقيته بيزقني وفي ايده سلاح، قال لي خش يا مرة هاتي اي فلوس من جوه. اللي نزل عليا صريخ، وهو بدأ يفتش في البيت، خد كل الفلوس اللي في الدولاب، 70,000 جنيه، ميات. وانا بقيت اقول له عيب يا اخوي،
عيب، ده انا مرات اخوه. مد ايده عليا وهددني بالسلاح اللي كان معاه لغايه ما طلع البواب وغتني منه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بواب عمارة الست فدوى. أنا كنت في دورة المية، ما شفتهوش وهو طالع. فجأة سمعت صريخ. لما طلعت لقيت واحد ماسك السلاح في إيده وبيهدد الست فدوى. كان بظهره أول ما شفته. لما لف لقيته الأسطى رضوان. قلت له ليه كده يا أسطى رضوان؟ بتعمل ليه كده؟ ده بيت أخوك. راح ضربني بالسلاح اللي في إيده على دماغي زي ما سعادتك شايف كده. ومش خد اللي هو عاوزه وضربنا ويمشي، لا، خد تليفوني وبعت منه رسالة لفتحي ولا همه، أكيد كان مبلبع حاجة وخد بعضه ومشي. شفته هو راجع في الشارع وفي ايده كيس بلاستيك. قلت له يا رضوان تقعد في بيتك عشان الجرح اللي في بطنك يلم. لقيته بيضحك وعزمني على سهرة في شارع الهرم. فتح الكيس لقيته مليان فلوس وفوقه طبنجة. قلت له ايه ده؟ قال لي دي الفلوس اللي هنقض بيها النهارده. اخدتها من فدوى مرات فتحي. سابني ومشي. وبعدين عرفت اللي حصل. لقيته طالع على سلم البيت شكله غريب، قلت يمكن علشان عامل عملية والظروف اللي هو فيها. قمت طلعت وراه، كان ماسك في ايده كيسة بلاستيك. دخلت معاه البيت، طلع منها فلوس وحطها على الترابيزة وسلاح. قلبي وقع في رجليا. قلت له ايه ده يا رضوان؟ ايه الفلوس دي والسلاح ده؟ قام قايل لي فتحي اخويا بيستخسر فيا، خدتهم من مراته عافية. مسكته مسحت بيه الارض. قلت له ايه اللي انت هببته ده؟ حد يعمل كده برضه فاخوه ومرات اخوه؟ اخصى عليك يا رضوان، ده فتحي هيوديك في 60 داهيه. قام قايل لي ولا هيعمل حاجه، هترسي على معلش. انا اللي غلطان سعادتك، انا اللي عودته على كده. لو كان من اول حاجه عملها كنت بلغت عنه ما كناش وصلنا للي احنا فيه ده. بس الظاهر يا باشا ان اللي بيراعي الدم بيخاف على اخوه وبيصعب عليه اذيته بيتشاف ضعيف سعادتك. واخوه يستحل ماله وحرمة بيته. انا اسف سعادتك بس الموضوع ده حارق قلبي قوي. ليه كده يا رضوان؟ ليه كده؟ اسف سعادتك، اسف. انا ما اعرفش حاجه عن التسجيل ده، وما اعرفش كمان رضوان بيتكلم عن ايه. مش عارفه تسجيل ايه. انا ما سجلتش لاخواتي حاجه. مش عارفه رضوان بيتكلم عن ايه. اتفضلي. أولاً يحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى النظر في أمر حبسي في الميعاد القانوني المحدد. ثانياً تطلب تحريات المباحث للواقعة وظروفها وملابستها. ثالثاً يتم تحريز السلاح الناري لحين عرضه على المعمل الجنائي. رابعاً يحرر للمتهم فيش وتشبيه وتطلب الصحيفة الجنائية له.
بدول من دمي كانوا أغلى ناسي وكل همي اللي عشانهم أموت. بدول من دمي دول اللي لو يوم قالوا أسمعها من غير صوت. نفس الجذور بس الفروع اتفرقت بابنها سور. جفت قلوب كانت في يوم تملى البحور. لو سمعني يا ابويا محتاج لك تقول ازاي زرعت في ارض خير وسبت ارض اخواتي رضوان! اوعى تفتكر انها خلصت كده. ده احنا لسه بنستفتح يا ابن ابويا. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحقي وحق اخواتي هعرف اخده من كرشك كويس قوي. بس يا واش يا واش، اعتبر ده اولنا يا رضوان. اعتبر ان ده عرض المحبه. وده عربون الرد يا فتحي. تضربنا انا يا بتاع الكوكو يا بوهياجي. بتضربنا انا وعرش ربنا ما هسيبك يا رضوان. ده انت لسه ما شفتش حاجه. اوعى يالا اوعى. ماشي يا رضوان خلاص يا عم. يلا